السلام عليكم. امبارح طبعا انتهت مباراة السوبر بفوز النادي الاهلي 2-0 في مباراة قوية جدا. النادي الاهلي تسيد 45 دقيقة الاولى، لعب 45 دقيقة ما لعبهاش من اول الموسم، سيطرة واستحواذ وهجوم ضاغط وضغط عالي بشراسة واسترداد للكرة الثانية بمنتهى السرعة. الملاحظة القوية اللي لازم نقولها من ساعة يستر ما مسك الأهلي هو حالة وسط الملعب الدفاعي للنادي الأهلي، مروان عطية وأليو ديانج. عشان ناخد بالنا بس من حاجة، الناس اللي كانت بتقول أليو ديانج يمشي، أليو ديانج ده ما يتفرطش فيه إطلاقا. أليو ديانج مع مروان عطية، تخيل مثلا لما أنت لعيب تبقى لعيب نص ملعب بتغطي نص الملعب كله لوحدك، التلت الدفاعي بتاعك او استرداد الكرة الثانية او الضغط على المنافس. لا، انت دلوقتي بيقوم بالمهمة دي مروان عطية واليو ديانج، فالاتنين ظاهرين على اعلى مستوى. مباراة قوية جدا في الشوط الاول بالذات. الهدف جه عشان التحرك بدون كرة اللي عمله بن شرقي، انه ساب مكانه في مركز الجناح ودخل لعمق الملعب في مركز المهاجم ورا جراديشار اللي كان بيتحرك كويس وبيفتح على الطرف في الكرة دي بالذات، وكان هيغلط ويرجع تاني يضيق المساحة على بن شرقي. وزيزو في لحظة عمل له الأوفر بالملي، وبن شرقي استلم الكرة على صدره وبلغة الكرة موت الكرة تحت رجليه. يعني لما استلم لا بعدت عنه ولا طولت منه، وخد القرار المفاجئ اللي خلى عواد ما يتحركش من المرمى، لان في كاميرا خلفيه بتوريك عواد انه كان واقف صح على مشاط رجليه مش متثبت في الارض. بس اعتقد ان عواد كان متخيل ان بن شرقي هيمشي بالكره خطوه او اتنين فهيطلع يقفل له المرمى وتبقى انفراد يعني. لكن بن شرقي عمل حاجه اللي هي وان تاتش، على طول استلم وحط على طول. ده عشان هو كان شايف وهو بيجري بياخد المكان، وفي نفس الوقت واخد قرار مسبق ان الكرة لما هتجيله هيصوب من لمسة واحدة. هو ده المهاجم. انا كنت بقول انه يلعب مهاجم ويخرج جراديشار وينزل بن رمضان في قلب الملعب وزيزو يلعب طرف يمين. لما زيزو راح طرف يمين وبن شرقي دخل القلب عملنا الهدف ده. مش هتكلم كتير في فنيات المباراة. تريزيجيه كان وحش جدا، كوكا ما زال وحش جدا، طاهر يعني ما نزل كان، لكن برضه طاهر ما يلعبش، مش كواليتي النادي الاهلي. هتكلم بقى عن جمهور نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك. هو كل ما النادي الاهلي يكسب هنطلع نقول للحكام؟ هو جمهور نادي الزمالك اللي رايح الملعب امبارح رايح عشان يشجع نادي الزمالك ولا رايح عشان يشتم زيزو؟ انت عارف الجمهور لو تعب نفسه في تشجيع الفرقه كان ممكن الحال يتغير، لكن الجمهور امبارح رايح مخصوص يشتم في زيزو. وطبعا كانوا متوقعين ردود افعال من زيزو، لكن 90 دقيقه زيزو ما بصش لجمهور الزمالك، ما قالش كلمه بعد المباراه في حق جمهور الزمالك، ما عملش اي حركه كرد فعل لجمهور الزمالك. اصل حد زي ما يكون هيطلع يقول لي ايه، ما جمهور الاهلي كان بيشتم شيكابالا. شيكابالا كان طول ال 90 دقيقه بيستفز في جماهير الاهلي ولاعيبه الاهلي. انا فاكر لما نادي الزمالك خد الدوري من كام موسم كده، لما الدوري كان بيمتد لشهر 14، واتحاد الكرة يقول لك الأندية اللي هتلعب في دوري الأبطال والكونفدرالية هيبقى بناء على ترتيب الدور الأول. فنادي الأهلي كان ترتيبه في الدور الأول الثاني، والزمالك الأول، وبيراميدز الثالث. فبناء عليه الأهلي والزمالك لعبوا دوري أبطال وبيراميدز لعب كونفدرالية. الموسم ده الأهلي فنش ثالث، الدور الثاني بقى خلاص بعتنا الاتحاد الافريقي مين اللي هيلعب افريقيا دوري ابطال، مين اللي هيلعب كونفدراليه. بنلعب السوبر في الامارات برضو واحرزنا هدف، وعلي معلول راجع بيحتفل بالهدف، شيكابالا بيعمل له كده بيقول له انتوا ثالث يا علي. شيكابالا لما الزمالك كسب الاهلي في السوبر الافريقي بضربات الجزاء لما اخر ضربه جزاء احرزها عبد الله جمعه، شفنا شيكابالا راح عمل ايه قدام جمهور الاهلي. عشان ما حدش يطلع يقول لي اصل جمهور الاهلي كان بيشتم شيكابالا. اشمعنى شيكابالا؟ ما كانش بيشتم عواد ليه؟ ما كانش بيشتم عبد الشافي ليه؟
ما كانش بيشتم طارق حامد ليه؟ امبارح طب جمهور زي بيشتم زيزو ليه؟ لعيب فري انت ما عرفتش تجدد له، او انت ما رضيتش تجدد له، انت ما رضيتش تبيعه ب5 مليون دولار في يناير. مشي من عندك فري، يروح الاهلي، يروح الاولمبي، يروح الاسماعيلي، يروح بيراميدز، هو حر. تشتمه ليه يعني؟ مهم اعلام الزمالك بقى وبعض اصدقاء الزملكاويه اللي بيكتبوا على الصفحات طالعين امبارح يقطعوا التحكيم والاهلي بيكسب بالتحكيم والرشاوي. انتوا فاكرين السوبر الافريقي بتاع بطرس ماتابيلا اللي الزمالك كسب فيه بهدف ايمن منصور؟ حد يطلع يقول لي محمد يوسف انطرد ليه؟ فاكرينه؟ عادي، والزمالك خد السوبر والدنيا ما انهدتش يعني. والاهلي خد قرار بالانسحاب من بطوله افريقيا. ايه اللي حصل؟ فاكرين ماتش الاهلي والترجي التونسي في تونس؟ هدف انرامو. فاكرينه؟ ايه اللي حصل؟ كان الحكم الغاني اسمه لامبتي، الحكم ده كان مرتشي واتوقف. كل ده اخطاء ضد الاهلي. فاكرين الحكم اسمه جوشوا بوندو؟ الاهلي والنجم الساحلي مع فايلر لما طرد ايمن اشرف في اول 10 دقائق. الاهلي بقى اللي بيدفع ولا الاهلي اللي بيتضرر؟ ولعب الاهلي بعد كده وخد بطولات افريقيا، اكتر نادي واخد بطولات افريقيا، اكتر نادي واخد دوري، اكتر نادي واخد كاس، اكتر نادي واخد سوبر. نادي الزمالك لعيبته او جماهيره واعلامه مش عايز يعترف انه عنده اخطاء، مش عايز يعترف انه خسر امبارح عشان وحش. سيف الجزيري طلع لعب الكوره بدماغه والكوره جت في ايده. ما انتوش عارفين القوانين؟ هتقول اصلا من دماغه لايده، دي في الحاله الدفاعيه. لكن في الحاله الهجوميه ما ينفعش تجيب جون بايدك. ده القانون مش انا اللي بقول. شيكوبان زميل له ضربه جزاء، فين ضربه الجزاء دي؟ فين؟ ده الحكم كان بيفرق انذارات على لعيبه الاهلي امبارح زي ما يكون بيفرق بونبوني. يا جماعه في ايه؟ نادي الزمالك خسر امبارح عشان وحش والاهلي احسن. نادي الزمالك محتاج لعيبه سوبر ومحتاج مدرب سوبر ومحتاج اداره محترفه تعرف تعمل له تنميه موارد، تدخل له فلوس. الله، نادي الزمالك لحد النهارده بيتسول الفلوس. اعترفوا باخطائكم. لو اعترفت بخطأك هتعرف تصلحه، لكن انت دايما معلق على شماعه التحكيم. لا تعترف باخطائك. ومن هنا انتوا دايما عايشين في دور المظلوميه. الزمالك خسر امبارح عشان وحش، الاهلي كسب عشان هو الافضل، بس خلصت الحكايه.